كلنا مرينا بلحظة حسينا فيها إن مفيش مخرج، مشاكل من كل ناحية، ضغوط، قلب تعبان، دموع، قهرة. ساعات بتحس إنك بتغرق وإن كل الناس حواليك بس مفيش حد فعلا حاسس بيك. بستغرب جدا إزاي في ناس بتواجه الدنيا لوحدها وبتكتم كل حاجة جواها، بتنهار في السر وتضحك في العلن، وبيكون عندهم باب مفتوح للراحة بس مش بيخبطوا عليه. الباب ده اسمه صلاة الحاجة. ركعتين ممكن يغيروا حالك ويطمنوا قلبك ويبدلوا ضيقتك بأمل. ما تستنيش لحد ما الدنيا تضلم قوي، صلي من النهاردة واحكي لربنا صلاة الحاجة، مش بس لما تبقي في مصيبة. صليها علشان قلبك، علشان نفسك، تقولي لربنا أنا معتمدة عليك. صلاة الحاجة ركعتين ممكن يغيروا كل حاجة، والدعاء مش سحر هيغير كل حاجة في ثانية، بس هيطمن قلبك، هيفتح لك باب ويخليكي تطلعي من مشاكلك أقوى، وانتي متأكدة ان في رب شايف وسامع وانك مش لوحدك. ربنا ما بيردش اللي لجأ ليه ابدا. صلاة الحاجة هي مش مجرد ركعتين والسلام، لا، هي لحظة صدق بينك وبين ربنا، لحظة بتقولي فيها يا رب أنا تايهة بس أنا جايالك. النبي عليه الصلاة والسلام قال من كانت له حاجة إلى الله فليتوضأ وليصلي ركعتين ثم ليدعو بهذا الدعاء. يعني بعد ما نصلي الركعتين هنتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بحبيبك ونبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى، اللهم شفعه في واقض لي حاجتي. ما تشتكيش لحد وقومي اشتكي بس لربنا، علشان في دعوات محدش سمعها بس ربنا هو اللي سمعها، في دموع مفيش عين شافتها بس ربنا هو اللي شايفها، وفي قلوب موجوعة بتخبط على باب السما وربنا عمره ما بيرد حد خبط عليه بقلبه. يمكن ما تاخديش اللي بتتمنيه دلوقتي، بس صدقيني ركعتين في آخر الليل ممكن يغيروا حاجات كتير حواليكي. مش لازم الدنيا تتغير، بس لما قلبك يتغير كل حاجة حواليكي بتبقى أحسن. صلي حتى لو تعبانة، احكي لربنا حتى لو صوتك مش طالع، افتحيله قلب، ربنا بس هو اللي حاسس بيكي. اقري عن صلاة الحاجة، اسمعي فيديوهات، شوفي المعجزات اللي الناس حققتها بالركعتين دول، بس بدل ما تقعدي تعيطي وتشتكي لده ولده ولده، ويا عالم فيهم اللي بيسمعك وفيهم اللي مش ما عندوش وقت يسمعك. ويا ترى بقى لما اشتكيتي مشاكلك اتحلت؟ بس وجهي مشاكلك وهمومك لربنا وشوفي حالك هيتغير ازاي. وفي نهاية الفيديو أحب أشكركم وأقول لكم انتظرونا في الفيديو الجاي. مع السلامة.